في ناس كل يوم تقول لك يا عم ما يبقى فلسطين يا عم بقى، والمقاومة يقعدوا ساكتين وما عادش يضرب ولا الكلام ده، عشان يعني يلموا الدور يعني. عايز اقول لك كلمة جميلة جدا: واحد خسر كل شيء وفقد كل شيء. زي سلم، زي انت مثلا جايب واحد كده قاعد كل يوم تضرب فيه، هيجي في مرة هينفجر، لان ما عادش باقي على حاجة. هو انت هو اصلا خسر كل شيء، هيبكي عليه. قول لي كده يبكي عليه؟ هو خسر ارض ووطن واهل واصحاب وجيران وكل حاجة. هو خسر كل حاجة، لا يملك من الدنيا الا نفسه. والامر الواقع اللي انت حاطه فيه ان هو الضرب كل يوم والذل وكل يوم ده، الامر ده هيئه ان هو يعني يقدم نفسه، لان هم ما عادش فارق. هو خسر كل شيء، انت عايزه يقدم ايه تاني؟ ما عادش لنفسه، هو هيقدمها. مش تستنظر من شخص اصلا فقد كل شيء ان هو يسلم، لانه عمره ما يرفع يعني ايه. وحبذا بقى لو هو ايه يعني حر، يعني شعب حر، شعب ابي زي الشعب الفلسطيني.